السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معاكم محمد من لعبة روبلوكس، وبعد غياب تقريبا كده 4 اشهر يا جماعة رجعت لكم تاني بفيديو جديد، وان شاء الله نستمر ويلا نبدأ. فكرة الفيديو بقى عبارة عن ان انا هروح اجمع فلوس واروح اشتري بيضة شبه ما انتوا شايفين اهو، بيضة عادية خالص اساسية لان لسه بادئ اللعبة. بعد ما احنا اشترينا البيضة المفروض بيقول ان احنا نحطها هنا اهوت، حطيناه بيقول لي 5 ثواني وتفقس البيضة. ايه يا جدعان، هتطلع كتكوت ولا ايه؟ هي البتاعة دي يا جدعان بترجعني لورا كده ليه؟ المهم البيضة فتحت ويلا بينا نروح نفس البيضة. انا متحمس يا جماعة قوي، عايز اشوفها هي تطلع ايه. قطة؟ هي مش يا جدعان البيضة بتطلع كتكوت؟ قطة ماشي. المهم يا جدعان انا فهمت اللعبة دي قوي، بتتكلم عن ايه. احنا بنجيب بيضة بنحطها هنا اهو، بعدين البيض ده البيضة بتفقس وتطلع بقى اللي تطلعه، وبعدين البيض بيمشي على الكرتونة اللي انا واخدها في ايدي دي، وبعدين بنروح ناخد الكرتون منها ونروح نبيعها. انا حاسس ان انا دخلتكم في دوامة مش هتعرفوا تخرجوا منها. بعدين بعد ما نجمع فلوس بنروح بقى ندوس بتاع 5000، مش كتير قوي على 500 اللي معايا دول. هو انا محوش كام بقى اصلا ده؟ ما كملوش حتى يا جدعان 1000. انا هحاول اغير البيضة ام 5000 ديت ونحاول نجيب بيضة جديدة رخيصة. وعشان يا جدعان نزود الانتاج بتاع البيض يا جدعان، ونبني مزرعة بيض. والله يا جدعان انا عندي واحد صاحبي راسه شبه البيضة بالظبط، شبه عمك بوحة كده. انا ما بتنمرش يا جدعان، بس هي دي الحقيقة بجد. المهم شكلنا نثبت على 2500 دول ولا نغير؟ خلينا نغير يا جدعان، لان 2500 دول كتير وعلى ما نجمعهم لا ده احنا هنقعد وقت كبير قوي. وبعد 5 دقايق بالظبط رحنا جبنا بيضة ب125 جنيه. ما تباركولي يا جدعان، ده فلوس برضه كبيرة. معانا فلوس زي ما احنا شايفين، قال لنا 5 ثواني، احنا هنضطر نستناهم. ايه ده، ونجيب بيضة كمان يا عم، يلا بينا. كده معانا 3 بيضات. اول بيضة طلعت لنا قطة، وفي بيضتين لسه نفتحهم، والبيضة دي جهزت اهي، ويلا بينا نروح نفتحها ونشوف طلعت لنا ايه. قرد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا جدعان ده؟ ايه ده احنا ينفع نطورهم؟ ماشي تعال بس نروح نفتح البيضة الأخيرة. آه، قرد برضو. ماشي يا جدعان حاضر، مقبولة والله. ما هو انا المشكلة ما ينفعش ارفض. ارفض ايه؟ خلاص. دلوقتي معانا 100 200 يا جدعان، 300 حلو قوي. نشوف بقى نعرف نجيب بيهم ايه. بدأ 1000، 600 ده. الانتاج يا جدعان بدأ يزيد، بيزيد واحدة واحدة اهو. مش هتصدقوا يا شباب، جبت بيضة 1000 جنيه، ومعانا فلوس تكفي ان انا اطور القرود والبط ولا اللوز اللي عندي ده كله يا جدعان. المهم يا جدعان خلينا نبيع كله ونروح بقى نطورهم. القرد ده محتاج 200، يلا طور. هطور كله انا يعني. بصوا لما بطور بيزود الفلوس اللي هما بيدوها لي. اه يا جدعان انا متحمس موت. ده شكله مشروع هايل وشكله هيكسبني كتير. اهم حاجة في المشاريع الصبر، لو صبرت هتكسب. اسمع المعلومة ديت من عمك محمد. الصبر يا ابني هيكسبك كتير قوي، وانا برضو بصبر كتير وباخد ماشي كتير برضو. نرجع لموضوعنا في الفيديو. ان شاء الله بقى تجيلنا بيضة كده رخيصة وحلوة 250. والله شكلي يا جدعان بفكر اجيبها ولا اقلب. خلينا نقلب احسن. المهم يا شباب استقريت على بيضة ب5000، وخلينا نفتح البيضة دي. تمساح اخيرا، اول حاجة تكون قوية وشرسة بدل القرف اللي انا بشوفه قرد على قطة. لا يا جماعة ده. تعالى بس نبيعه، وهيبقى معانا كام دلوقتي؟ 3000. هنطوره، وبعد ما نطوره ان شاء الله نجمع ونروح نجيب البيضة ب5000 دي. أنا والله ما اعرف اقول لكم ايه، انا طمعت شوية وفضلت قاعد مجمع. جمعت مليون، وهنجيب بيضة بمليون. انتوا متخيلين يعني؟ طيب. والله مصدوم يا جدعان. شيل بقى القرف ده، حط دي. 10 دقايق، 8 دقايق يعني، و20 ثانية مش هتفرق. 10 دقايق ماشي يعني، احنا هنفضل مستنيين ونطور بقية الحاجات دي، ويلا بينا بقى نستنى ونجمع فلوس، ويا رب يجيلنا حاجة حلوة. بتمشى بالصدفة وانا ماشي في السيرفر السيرفر يا جدعان. شوفوا يا جدعان ايه اللي معاه ده. ايه يا ابني ده؟ قعدت كام سنة يا ابني؟ طلع 65 ألف. بيدي 65 ألف يا جدعان في الثانية. ليه يا اسطى؟ ايه يا ابني في ايه؟ انت بايت في اللعبة؟ بس ليه العداد بتاعه صفر؟ انا والله ما اعرف يا جدعان ايه اللي بيحصل لي ده. يعني كان من شوية بتاع الروبابيكا وجاي ينكد على ام عيشتي، دلوقتي الست بتاعت السفند والبرتقال. ليه يا اسطى؟ لازم تبين لهم يعني ان انا من قارة ميدو. والله يا جدعان ما اعرف اعمل ايه. المهم احنا معانا القرد ده، تعال نبيعه او نشوف سعره كام ونبيعه. المهم يا شباب طلع عايز يستحق 712، لما نيجي نبيعه اشوف بقى هيطلع كام. 150. ايه يا اسطى في ايه؟ يعني انت واخد فيه بتاع 600 وحاجه. اه حسب الله ونعم الوكيل والله. الله عليك يا ستي بتاعت السفندي. اديني. انا بحب برضه الحاجات ديت في وقت الشغل والكلام ده. شكلنا كده هنشتري البيضة ب150 ألف. نقول لك احنا عايزين أعلى 750. والله بفكر اشتريها يا جماعة. خلينا نجمع فلوس ونروح نشتريها.
يلا بينا يا شباب، جمعنا الفلوس ويلا بينا نروح نشتري البيضة ب750 ألف. كده معانا بيضتين، بيضة ب1,000,000 وبيضة ب750 ألف. شيل بقى القرف ده كمان، حط دي 7 دقايق ونص، يعني أقل شوية. أعتقد أنا هستنى 10 دقايق على ما البيضتين دول يفقسوا مع بعضهم كده، ونروح بقى نستكشف عمك اللي هناك دوت، اللي أنا حاسس إن بتاعته 306 ألف. ليه يا ابن إيه يا اسطى ده كله؟ انت بقى ايه ده؟ انت هتلاقي تجمع 1,000,000 كده اهو مفيش 10 ثواني على بعض. 175 ألف. إيه يا اسطى ده؟ انت هتجيب لي جلطة؟ طيب بس بقولك ايه، السلام عليكم. ماشي احسن. اعلى قمة برج في العالم. اعتقد يا جماعة انا عرفت ايه الرقم اللي فوقي ده. ده لما كل الصندوق بيطلع الرقم ده بيزيد. يلا بقى نروح نبيع الصندوق اللي معانا ده، وجمعنا 44 مليون يا شباب، 63 مليون يا شباب. الله اكبر. فاضل دقيقتين. طبعا انا جبت كام بيضة هنا وروقت على نفسي كده. وطبعا دي بتدي 44 ألف، ومحتاج عشير البيضة دي. وهنشوف بقى هتدينا كام يا رب، بس ما تقعد اكتر من 10 دقايق، لان انا بصراحة زهقت اوي موت بضنت يعني. والله ما 20 دقيقة ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى بتعمل فيها كده؟ ليه يا جدعان؟ ايه اللعبة اللي محتاجة وقت يعني؟ وقت انت لازم تكون صبور، وانا ما فيش اكتر من نص مليون. يلا نجيب. معانا بيضة القنبلة ونفتحها وهتطلع لنا التعلق بيدي 300 من غير اي تطورات. 300 في الثانية. لما نطوره بقى نشوف بقى انا عايز اطوره، يعني شايفين 24 مليون دول؟ عايز اخلصهم عليه. وانا شكلي افورت بزيادة قوي. انا يا جدعان ما باش الا 3 مليون، والتطويرة اللي بعدها ب13 مليون. احنا هنا جمعنا 5 مليون. انا بقيت العب بالملايين، ده مشروع البيت ده طلع بيكسب موت. تعالوا بقى اوريكم عدد البيضات اللي انا جبتها. يعني انا جبت دي 2.5 مليون، دي ب1,000,000، الفطر دي ب50 مليون. يعني انا جبت بيض جامد قوي. يعني ان شاء الله يدينا فلوس حلوه بقى. لقيت بيضه تانية يا شباب ب250 مليون، وجبتها الحمد لله. وبعد ما فقست البيض ده كله، شوف يا جدعان بقى يدي 56 مليون، 56 ألف، 76 ألف. يعني بسم الله ما شاء الله يا جدعان. مش ناوي احصد مشروع البيض اللي عندي ده كله. بس انا عايز اعرفه، هو ده فراخ؟ يعني انا شايف في ثعلب وشايف في حاجات تانية كده. يعني ازاي فراخ؟ ازاي ثعلب يا جدعان بتبيض؟ وعايز اقولكم معلومة كمان، ان دي على فكرة مش اللعبة الاصلية. يعني دي مسروقة. اللعبة الاصلية في على جوجل بلاي. بس دي احسن، ان انت تقدر تطور وتقدر تتحرك براحتك. اما هناك مفيش الا فراخ وايه وجاموسي. جاموسي. ايوه انا بعترف اني فلاح. وبس كده يا جماعه، خلص معانا الفيديو النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم. قبل ما ننهي، ما تنسوش تدوسوا اللايك وتدوسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا سلام.